بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخوان. اليوم ويانا نبات الادينيوم من النباتات الدائمية والجميلة، خصوصا السيقان مالتها وجذورها. مثل ما تلاحظون الجذور، يعني كل ما تدخن الجذر نطلع جذورها حتى شنو نعريها وتشوفون المنظر هذا الجميل. مثل ما تلاحظون شيء من البداعة، خصوصا إذا تكون عمرها أكثر من 4 إلى 5 سنوات، راح تشوف منها شغلات كلش راقية. طبعا التطعيم مالتها كلش سهل، تطعمها على عدة ألوان. هذا اللون ما أذكر شنو اللون اللي كان، بس هذا من الأنواع المميزة والنادرة حاليا. وقد عندي فقط هاي النبتة، للأسف ما راح أكاثر من عندها، شوية تحتاج وقت وتحتاج اهتمام خاص بها. احنا دائما نزرع الاشكال والنوعيات ما تحتاج عناية قوية او عناية خفيفة محدودة. اما هاي النبتة بس تعبر السنة، يعني انا شامرها بحديقة البيت، هسه شفتها وقلت خل اصورها. من تعبر السنة بعد وين ما تخليها هي تمشي بعد وحدها، ما تحتاج منك حتى الري قليل. طبعا هاي ما مسمدة من سنة تقريبا. تقدر تسوي اشكال متنوعة من خلال الجذور مالتها. طبعا اللي عندي كانوا كلهم زهرات وناشرهن بالقناة، اشكال والوان كلش مميزة وراقية. اذا لقيتوا الأندنيوم في اي مكان حاولوا تاخذون شتلات، خصوصا احجام تاخذوها يعني حجم هذا الساق كلش كافي، حتى انت تسويها حسب الشكل الهندسي اللي تحب تسويه انت. نموها بطيء غير سريع، تتكاثر عن طريق البذور، ما جربت عن طريق القلم لحد الان. هاي كل ما يخص الأدينيوم، دائما المي يكون قليل، هذا افضل شيء في النبتة. تعطيها دائما مبيدات فطرية. تحياتي وسلام للجميع.